الناس الكل متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وفعلي كل عشان يوصلك كل جديد. النهارده جايلكوا بموضوع من غير اي مواضيع. حاجة حصلت مع ابني. كان ايام الامتحانات ما كنتش عارفة اقول ولا عايزة اطلع اقول في فيديو. الموضوع ما كانش سهل. ايه اللي حصل؟ كان ابني رايح المدرسة وكان في امتحان بتاعت اخر السنة. فهو يعني انا قلت هو كبير وبيروح فترة الظهر فبيروح ويجي، والمدرسة يعني مش بعيد علينا، قريبة. فقلت ايه خلاص تمام، روح يمين انت وتعالى، وانا بتصل وبتابع معاه ايه بالتليفون. وانا ايه مع مريم فما بتخرج من امتحاناتها بروح اجيبها، وبعد ما بروح اجيبها بروح اوديها الدروس في السنتر طبعا بقى بيبقى ورانا، بس في حته كده بعيده شويه عن البيت، فانا بخاف عليها واوديها. لكن مين يعني ربنا يحفظه يعني ولد، فقلت ده راجل ويعتمد على نفسه. فالمهم فهو راح وبقى يجي. جه تاني يوم، مش عارفه ولا تالت يوم على ما اعتقد، تاني يوم من الامتحانات. لا كنت نازله الاول من على السلم وراح اودي مريم الدرس، لقيت ايه، انا قلت هتابع مع مينا بالتليفون عشان ميعاده اللي انا نازله فيه، انا ميعادي اللي انا نازله فيه اودي مريم الدرس هو هيجي في نفس الوقت. فانا قلت لا، انا هتصل بمينا ويجي لي وهيعرف انا ايه يعني هوصف له المكان فين وهو يجي لي. المهم رحت متصله بمينا لقيت التليفون ايه مقفول. قلت تلاقيه لسه او عامل وضع الطيران عشان في الامتحان. المهم راح جه لقيته طالع على السلم، وشه مخطوف ووشه ده لونه مش عارفه يعني اصفر بطريقه كده يخوف، وشفافه دي بيضه، واللي هو كاتم عياطه. انتوا عارفين اللحظه ديت يعني صعبه. فانا قلت له ايه ده، فيك ايه؟ هو حصل قبل كده في مره خبط التوك توك، يعني اتحدف كده، ايده اتعورت من هنا وايده من هنا ورجليه وكتمات بسيطه، عشان كان بيجيب لنا حاجات من تحت البيت. فانا قلت تلاقي توك توك، فبقول له في ايه؟ في شهقه كده وعمال ايه هيعيط. رحت واخداه في حضني ورحت بايسه، قلت له اهدى في ايه، فهمني. رحت مطبطبه عليه قلت له اهدى الاول كده وفهمني في ايه اللي حصل. فالمهم راح بيقول لي ماما انا كنت هتخطف. في ايه يا مينا تتخطف ازاي؟ راح قال لي يا ماما في خناقه. لقيت ماما الناس بتتخانق وانا واقف يا ماما بشوف الخناقه، وانا معوده ابني اصلا ولا خناقه ولا تساعد حد في الزمن اللي احنا ده فيه. يا جماعه محدش يساعد حد ولا تساعدوا حد كبير ولا تشوفوا طفل تايه مثلا يقول لك انا عايز ماما، مالكوش دعوه، خليكوا في حالكم. الزمن اللي احنا فيه ده محدش يساعد اي حد. المهم راح قال لي بشوف الخناقه يا ماما عشان دي مامة واحد صاحبي وبشوف خناقه في ايه. راح بيقول لي لقيت واحده واقفه على يعني على رجله كده ومن ورا بتعمل له كده، فاهمين الحركه دي؟ بيقول لي انا مش عارف انا ازاي اديتها بالكوع في وشها. فهي راحت سابه منى قوامه، راح منى طلع يجري. انتوا متخيلين بقى الدنيا بتعمل ايه والناس بيعملوا ايه دلوقتي؟ ادي حاجه. خلاص وجه وهديته وخدته معايا الدرس وجبت له ميه وجبت له سندوتش عشان من ساعه ما فطر الصبح. قلت له بس اهدى ومفيش حاجه. قلت له قول الحمد لله اشكرك يا رب اللي انت روحت بالسلامه. تمام خلاص الموضوع عدى، بس فضل كام يوم كده كل شويه يقول لي ماما انا خايفه، انا ماما مش عارفه ايه. الموضوع خلاص عدى عدينا اسبوع او اسبوعين من الامتحان ده كده. يعني هو النهارده هو شوفوا كام في الشهر، فهو كان بيمتحن كان في اول 5، يعني قول اسبوعين. المهم جينا بقى ورحنا ماشيين في شارع كده يعني هيصه ومفهوش حاجه، زي الشارع زي مليان محلات ملابس مفهوش حاجه. برضو كنت ماشيه وانا ماشيه انا ومريم ورا وهو قدام، قلت لك واحد فجاه كده واخد مينا تحت باطه وبيقول له تعالى احكي لك على حته مشكله كبيره جدا. رحت انا بقى مزعقه فيه، قلت له هو انت تعرفه؟ انت تعرفه؟ فانا بزعق فيه لقيت الراجل دخل في اول بيت ولا ومين الاول ايه، فهو انا بقول له انتوا تعرفوا، راح مينا موطي كده عشان يشيل دراعه. فجي بعد كده رحت قلت له انتوا تعرفوا، انت تعرفوا؟ لقيته راح دخل البيت وبقول له انا مش بكلمك، بقول لك هو انت تعرفوا؟ مرضاش يبص لي اللي هو ايه زي مديني ظهره كده واديني نص لوحه كده بس وباين ان هو بيضحك. فخلي بالكم بجد والله العظيم الاختطاف ده زاد بطريقه صعبه. وكمان حصل مع واحده صاحبه مريم بنتي، لقت بنتي واحد من في التوك توك بيشدها،
هي بتشد البت عشان تنقذها، راح معوره بالموس في ايديها، وحياة ربنا هو ده اللي حصل. فخلي بالكم، علشان برضو حصل مع واحده يا عيني برضو اتنين راكبين توك توك ورايحين الدرس، بعد ما خلصوا درس رايحين البيت، فالبنتين متفقين برضو من نفس المدرسه برضو بتاع البنت، فهم راكبين التوك توك الاتنين. واحده روحها قالت له انا عايزه انزل هنا فنزلت هنا، والتاني التانيه ما نزلتش. خدها يعني من ناحيه ايه، قال خدوها ناحيه حدائق المعادي كده، تمام، في حته كده هاديه شويه خالص. فالبنت قعدت تصوت وتزعق مش عارفه ايه، فهو الظاهر رش حاجه في الجو ان البت الكح، فقالت تاخدي منديل، راحت قالت له لا، فحطت حاجه في الجو زي ما يكون ايه، خلى البت لسانها تقل وجسمها تقيل، بتقول لكم هي في وعيها بس حاسه جسمها تقيل بتتكلم تقيل. فالمهم قعدت تصوت، الله اعلم كان هيعمل فيها ايه، ولا كان عايز يخطفها ولا يقتلها ولا ايه، ما نعرفش. ماما بتقول لك جه سواق تاكسي فقعدت تصوت له مش عارفه ايه، راح قال له في ايه ومش في ايه، راح قايل له ده اختي يا بيه، ولقيتها ماشيه مع واحد، وده انا لما اروح ده انا هموتها، ده مش عارفه. بيقول له طب انت جايبها في المنطقه هنا، راح قال له اصل انا شفتها واقفه هنا. راح قال له طيب البنت راحت يعني ماسكه فيه ومش قادره تتكلم. سواق التاكسي بيقول انا قلبي اتقبض كده مره واحده على البنت دي وخفت عليها. قال له طب ماشي مش دي اختك؟ راح قال له تعالى بينا على الاسم. المهم راح خدوا بعدين وراحوا على القسم وقالوا ماشي وانا هركب معاكم تعالى. اول ما ركبوا مع القسم سواق التاكسي ده، واول ما وصلوا عند القسم الراجل فتح باب التاكس وعمل نفسه نازل رايح القسم، خد بعضه وهرب. فانتوا خلي بالكم، عارفين برضو موضوع اوبر لما عمل ايه في البنت، ولما خطف الولد وعرفوا يجيبوهم برضو. فخلي بالكم بالله عليكم، خلي بالكم من ولادكم، الدنيا ما بقتش امان، الدنيا ما بقتش امان خالص خالص. يعني انا بقول لكم تجربتي مع بعد الشر، ربنا يحفظ لي ولادي ويحفظ ولادكم كلكم. اديكم شفتوا ايه اللي حصل. يعني انا بجد بحمد ربنا وبفضل اشكره وبقول اشكرك يا رب انك حفظت لي على مينا واديتولي جبتولي بالسلامه. طب انا لو ما كنتش معاه في اللحظه اللي هي بتاعت اللي احنا كنا في الشارع هيصه بقى، وقال لكم بقى ايه هيصوتوا هيعملوا محدش هيسمع. تخيلوا لو انا ما كنتش معاه في الموقف ده. طب تخيلوا ان لو بعد الشر الست دي مينا لما ما كانش جه في دماغه ان هو يديها بالكوع كده، كان ايه الموقف ساعتها؟ كان بعد الشر، انا بقول لمينا بعد الشر، طب افرض انت ما كنتش جيت لي النهارده، كان ايه اللي حصل لي؟ انا ممكن كنت مت، ولا كنت مثلا كان ايه اللي حصل لي في الوقت ده؟ كل ما حدش هيحس، لو كل ام زيي هتحسي بعد الشر لو كان حصل بعد الشر حاجه في ابنها قلبها هيتوجع. ربنا يحفظ اولادنا كلنا يا رب، وربنا ما يوجع قلب حد على حد ابدا. بس نخلي بالنا وخلي بالكم من الناس اللي بتنزل اولادها بتسوقوا في الشارع ويلعبوا بالساعتين والتلاته واللي بيجي الصبح. فخلي بالكم وخلي فيكم عقل شويه. الناس اللي بتسيب اولادها وتقول لك يا ستي سيبي على ربنا، لا، ربنا مدينا عقل نفكر بيه نحافظ بيها على اولادنا. اولادنا دول نعمه، ما نسيبهمش كده عمال على بطال في الشارع، لا انزلوا وتعالوا وروحوا، لا طبعا، وبالذات البنات. بتتفك عن نفسها، روحي انزلي لوحدك وتعالي، طب شوفي شلة صحاب وروحي مش، لا. انا عن نفسي بنتي انا بخليها مثلا لو حابه تخرج مثلا، انا بوديها الكنيسه بتقعد في الحوش كده مع اصحابها، وبتقعد تقضي اليوم، تجيب شيبسي كيكه اكل بقى في الكنيسه، كل حاجه بتبقى هناك، تقعد طول النهار، دي امان. لو في نادي طبعا مثلا حاجه انت طبعا مشتركه في نادي ولا حاجه مثلا ده امان، بس برضو خلي بالكم، يعني ما نفرحش مثلا، مش هفرح بقى ان ده حوش كنيسه فانا افرح ان ده يبقى امان. هو اي نعم امان، بس تخلي بالكم برضو من ولادكم. يعني لو في نادي برضو تخلي بالكم من ولادكم، ان هو حاجه عامه يعني عام، تمام. فخلي بالكم الموضوع مش سهل، الموضوع كبير وانتشر. ناس كتير اشتكت من الاختطاف كتير وبزياده. برضو نسيت احكي لكم عن موقف، بحكي لصاحبتي بتقول لي ما انا كاتبه على الواتس ربنا يحفظ على مينا وكويس ان رجع لي بالسلامه كان هيتخطف. فبتحكي لي فانا بحكي لها، راحت قالت لي ده بنتي خالتي وهي ماشيه كان واحد بيشدها بالتوك توك، لولا ما رجعت جسمها لورا وبتصوت لا الناس هتلم، راح خد بعضه وجري. والحراميه اليومين دول برضو كترت جامد قوي. يعني برضو افتكر ساعه لما كنا في رمضان اللي فات ده على طول، كان الساعه 12 الظهر وانا لسه نازله من البيت، كنت رايحه لدرس الولاد لمينا، ولسه نازله وانا لسه نازله لقيت حرامي واحد بيجري وراه بيقول حرامي حرامي وبيجري وراه. كنت عايزه اشنكلوني الدنيا وسط ومفيش حاجه، فانا قلت لا ايه الجراءه اللي انا فيها دي، طب انا ممكن يستقصدني، انا ممكن يعمل فيها حاجه، في مفيش عارفين الدنيا والصوص.
وفي عز الظهر حرامي. فخلي بالكم من الحرامية، خلي بالكم من الاختطاف. ربنا يحافظ علينا وعلى اولادنا وعلى الناس كلها يا رب وعلى العالم كله. فنخلي فينا عقل ونفكر كويس ان احنا مش ننزل اولادنا كده عمال على بطال. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه وعرفتوا ان في حاجه حصلت قلت اعرفها لكم. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وخلي بالكم بالله عليكم، خلي بالكم من ولادكم. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، متنسوش اللايك.